النهاردة هنعمل مع بعض طبق سهل وسريع مناسب للفطار أو للعشاء، وأحيانا بيكون مناسب للغدا. هنعمل مع بعض شكشوكة البيض بطريقة حلوة وبسيطة، يعني بالطريقة بتاعت زمان. تعالوا نشوف هنعمل إيه مع بعض. أنا هستخدم 4 بيضات، وبصلاية متقطعة مكعبات صغيرة، و2 فلفل رومي متقطع مكعبات، و2 طماطم. اول حاجه انا هجيب الطاسه واسخنها كويس قوي، وهحط فيها معلقه من الزيت ومعلقه من السمنه. طبعا هسخنهم كويس جدا، لو حابه تعمليها بالزيت بس او بالسمنه بس، او ممكن كمان زبده زي ما عجبك، بس زيت مع سمنه يعني ميكس بيكون طعمه حلو. طبعا بعد ما سخنوا كويس قوي هنزل البصل اللي انا مقطعاه صغير. طبعا بشوحه كويس قوي، يعني لمده دقيقه هقلب فيه كده. انا مش عايزاه يدبل ولا ياخد لون، يعني مجرد بس ان هو يدبل حاجه بسيطه خالص وريحته تطلع. هبتدي اكمل. حاولوا ان هو ما ياخدش لون، عشان يعني انا مش عايزاه مطبوخ. تمام كده. بعد كده بنزل الفلفل الرومي. طبعا لو حابين تضيفوا فلفل حامي ممكن، بيكون طعمه حلو جدا. لو مش بتحبوه سبايسي خلاص اكتفوا بالفلفل الرومي بس، وممكن نضيف كمان فلفل الوان. بس طبعا الشكشوكه بتاعت زمان كانت بتتعمل بالفلفل الاخضر بس. طبعا انا برضو الفلفل مش عايزاه يدبل ولا لونه يروح، يعني عايزاه يكون لسه شكله واضح كده معايا في الطبق. فانا برضو قلبت فيه حوالي دقيقه، وبعد كده ضفت الطماطم. طبعا الطماطم ممكن تضيفوها مكعبات زي كده، وممكن تبشروها ناعم خالص وتصفوها من البذر والقشر بتاعها، وبعد كده تضيفوها على الفلفل والبصل. هنا بقى الطماطم لازم اسيبها تتسبك شويه على النار، يعني حوالي 7 دقائق كده او 10 دقائق، لغايه ما الطماطم تدبل خالص، او تحسوا كده ان هي اتسبكت وتقلت مع البصل والفلفل. وبعد كده هضيف البيض. طبعا لو بتحبوا تضيفوا توم ممكن تضيفوا فص توم كده مفروم ناعم، تضيفوه مع البصل برضو، تاخدوا ريحته، يعني ريحته بس اللي تطلع، وبعد كده تكملوا. لو مش بتحبوا التوم هو كده كده يعني البصل كفايه. هبتدي بقى انزل البيض بيضه بيضه. طبعا استخدموا كميه البيض اللي انتوا حابينها، ممكن 4 بيضات او 5 بيضات، يعني الكميه اللي انا عاملاها او الخضار اللي انا عاملاه ده يكفي حوالي من 4 بيضات ل5 بيضات. اهو انا نزلت كل البيض. التوابل اللي هستخدمها هتكون ملح وفلفل بس. طبعا لو حابه تزودي حاجه زي كمون مثلا او كزبره اللي يعجبك، بس هو يعني الوصفه دي بتكتفي بالملح والفلفل بس، وبعد كده بيكون كفايه خالص، لان طبعا روايح البصل والفلفل الفريش اللي احنا ضفناهم بتكون مغطيه على كل حاجه. بصراحه الطبق ده يا جماعه بيكون طعمه حلو جدا، وريحته كمان حلوه قوي ومشبع جدا. اهو ضفت رشه ملح. وهنا بقى في فريق بيحب يسيب البيض زي ما هو كده عيون، او الصفار بتاعه بيكون كامل، وفي ناس بتحب تقلبه مع الخضار. طبعا زي ما تحبي، يعني اعملي اللي انت عايزاه. انا عن نفسي بحب افكه كده واسيحه شويه في الطبق عشان يتخلط كده مع الخضار، والصفار برضو يستوي. طبعا كل ده انا على نار هاديه جدا. هغطي بقى على الشكشوكة وهسيبها تستوي حوالي 5 دقايق كده، لغاية ما تستوي براحتها خالص. وبعد كده طبعا بتكون جاهزة للتقديم. اهو زي ما انتم شايفين انا بحاول كده اوسع للبيض عشان كله يستوي. اخر حاجه بقى قبل ما اطفي، انا حبيت ادلع كده طبق الشكشوكه، فضفت عليها جبنه رومي مبشوره. ممكن تضيفي جبنه موتزاريلا او جبنه شيدر، اي جبنه كده بتسيح وتمط هتعمل معاكي طعم حلو جدا. ممكن كمان تضيفي زيتون لو حابه يعني تعلي الطعم اكتر، بس انا اكتفيت بالجبنه الرومي المبشوره. طبعا ما تكتريش منها عشان الطبق ما يحدقش قوي. هي مجرد مساحة خلاص كده الطبق بيكون جاهز للتقديم. طبعا طبق مفيد، ويعني فيه بروتين مع خضار، طعمه حلو قوي ولذيذ ومناسب لكل الأوقات، مع رغيفين عيش بقى سخنين كده، واستمتعي بالجمال ده.
طبعا انا قدمته مع رشه بقدونس كده مفروم، او يعني اوراق من البقدونس او اوراق كزبره خضراء، بتدي ريحه وطعم حلو قوي للطبق. النهارده كانت الوصفه بتاعتنا سهله وسريعه، اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. هستنى رايكم في التعليقات، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.